اتفرجت يا صاحبي بقى على ماتش الاهلي وبيراميدز وشفت الاهلي وهو بيخسر 3-0. تعالى بقى يا صاحبي اما اقول لك. تعالى لما اقول لك علشان الاعلام ما يضحكش عليك، علشان اما حد يتكلم قدامك تبقى انت فاهم هو بيتكلم صح ولا غلط. طبعا هيفهموك ان النادي الاهلي كان بيلعب بالاحتياطي، ان النادي الاهلي مش محتاج الماتش وكده كده خد الدوري. طبعا هيقنعوك ان كولر مغير في التشكيل، وهيقنعوك ان لو كان كولر لعب بالتشكيل الاساسي كان هيكسب بيراميدز كتير. احب اقول لك، لو سمعت الكلمتين دول اضحك واسكت، ما تتكلمش. اضحك واسكت ما تتكلمش. طبعا الفترة اللي فاتت انا اتكلمت وقلت لكم انتم مفكرين كولر بيعمل تكتيك معين او بيعمل فكر معين، او كولر اللي الناس بتقول لك ان كولر عنده الاحتياطي زي الاساسي، والناس بتطلع في الاعلام وبتتكلم ويقول لك ايه ده كولر ما عندوش بديل، ده كولر ما عندوش احتياطي واساسي. طب يا حبيب قلبي لما تسمع الكلمتين دول اقول لك تعالى بقى استوب وبص على التشكيل. نبص واحده واحده على التشكيل. في حراسه المرمى محمد الشناوي اللي ما بيطلعش من التشكيل اساسي على طول. عندك خالد عبد الفتاح، الراجل مشارك على طول، رجله في الملعب بيلعب يعتبر اساسي. ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، اتنين اساسيين طول الموسم وفي افريقيا وكل الماتشات. عندك كريم محمد، ده باك ليفت، الراجل بيجربه، طبعا مشاركته قليله بس مش اللي هو هيبقى نقطه ضعف النادي الاهلي. عندك ثلاثة نص ملعب مين؟ محمد فخري، طبعا محمد فخري ده الراجل اللي لعب اساسي ماتش الاهلي والزمالك. حلو الكلام. محمد مجدي شطه، محمد مجدي الشطه، القفشه ممكن، القفشه ايه ممكن. وعندك مروان عطيه. ثلاثة طبعا لعبهم. وطبعا فخري لعب في ماتش الاهلي والزمالك وكسب. الاهلي كسب 4، معنى كده ان الراجل كويس. عندك محمد الضاوي، محمد الضاوي راجل بيلعب هاف كويس، عمالين بنزق فيه عشان يلعب، فبالتالي مش ان هو نقطة ضعف برضه ان هو ما يهاجمش، لا ده انت راجل مصعده ومخليه في الفريق، معنى كده ان هو كويس. محمد شريف، ده الراجل اللي جاب الجون في الاهلي اللي جاب الجون في الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك، الراجل اللي تاريخه بالاهداف اعلى من شيكابالا. تمام. عندك طاهر محمد، طاهر محمد ومحمد شريف في خط الهجوم، ناس لعبت افريقيا، ناس شاركت اساسيه مع النادي الاهلي، ما تعدش ما تعدش. فلما تيجي النهارده كريم محمد ومحمد الضاوي يبداوا في التشكيل اساسي، ما تجيش تقول لي ان النادي الاهلي بيلعب بالاحتياطي. ده بقى تقول له ستوب يا عم الحاج، انت بتتكلم غلط. لا، خدها بقى مني، النادي الاهلي ما عندوش الا 11 لاعب بس. النادي الاهلي اللي واخد بطولة افريقيا ما عندوش الا 11 لاعب. ازاي؟ زي ما بقول لك، النادي الاهلي 11 لاعب بس، بدليل ان لما لعب بيراميدز وغير 2 3 في التشكيل خد 3. فيا جماعه انا طالع مش لا انا ضد النادي الاهلي، انا في ظهر النادي الاهلي بالحلو وبالوحش، بس في حاجات كده لازم نبينها. فكر المدرب وتكتيك المدرب وخطه وتشكيل وفي ثانيه واحده يبقى يغير طريقه اللعب ويغير طريقه التشكيل من مثلا 4 مساكين ل3 مساكين ويهاجم وصانع لعب ويرجعه تاني ديفندر والشغل ده مش في كولر. فعشان نكون صراحه مع بعض، النادي الاهلي فريق غير متكامل، محتاج صفقات ومحتاج لاعيبه كتير تمشي علشان لو هنصنفه زي اقل فرقه في الدوري السعودي. السلام عليكم.